السلام عليكم. بيبدأ فيلمنا بفريد وهو مقتول في بيته، وطبعا بيجي البوليس وبيبدأ يحقق، ومن المعاينة المبدئية بيلاقوا كارنيه لواحدة اسمها شغف صحفية موجود في الشقة، ومع التحقيق مع البواب بيعرفوا ان الشقة كان في ستات طالعة وستات نازلة، وان فريد ده كان عايش لوحده لكن ما كانش في حد من السكان بيشتكي. في الوقت ده بنلاقي شغف بتصحى من النوم وبتلبس عشان تروح الجريدة بتاعتها، لكن بتتفاجئ بالبوليس على الباب وبيقولوا لها ان هي متهمة بجريمة قتل وبياخدوها معاهم. بتتصل بخليل خطيبها لكن ما بيردش عليها، فبتكلم ليلى صاحبتها وهي اللي بتكلم خليل، واول ما بيجي بيعرف من ليلى ان شغف متهمه بجريمه قتل، فبيدخل معاها التحقيق وبيبدا الضابط منير يسالهم كانوا فين يوم الجريمه، فبيحكوا له ان ده كان يوم عيد خطوبتهم، وان خليل عمل مفاجاه حلوه لشغف وخدها اسكندريه عند كيلو 21 علشان يعمل لها مفاجاه، وخصوصا ان الفتره اللي فاتت كانت بعيده عنه لان هو مطلق وعنده ولد، وكانت شايفه انه ممكن يرجع لطليقته في اي وقت، لكن هو اقنعها ان هو بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها، وموضوع رجوع طليقته ده منتهي، وقعد يقول لها كلام حلو يحبوا في بعض لغايه ما روحها البيت وانتهى اليوم على كده. فالضابط قال لها طب والكارنيه بتاعك ايه اللي جابه في مسرح الجريمه، لكن هي قالت له ما اعرفش، انها هتجنن من الموضوع ده، انا ما اعرفش فريد ده ولا عمري شفته، فهو ما اقتنعش بكلامها وقرر ان هي تتحبس على ذمه القضيه. في الوقت ده خليل كان قاعد مع ليلى وبيبدا يقول لها ازاي ممكن شغف تعمل كده، دي كانت معايا طول الليل، وهو بيتكلم معاها جاله تليفون من طليقته وعرف ان ابنه عمل حادثه وفي المستشفى. بيروح بسرعه على المستشفى وبيعرف من طليقته الدكتور قال ان كان في نسبه كبيره من المخدرات في جسمه، فبيبدا يتخانق معاها ويتهمها بالتقصير وهي تتهمه بالاهمال، ويتخانقوا مع بعض وسابها ومشي. في الوقت ده شغف كانت رايحه على السجن الاحتياطي، واول ما عرفت كده انهارت وحست ان هي لوحدها، فقررت ان هي تهرب وبالفعل هربت. في الوقت ده خليل كان احمد فاق وبدا يتكلم معاه ويقول له انت من امتى بتاخد مخدرات وانا عايزه اطمن عليك، لكن هو ما ادالوش وش وقال له انت ايه اللي جابك، انا مش عايزه اشوفك انت لا ابويا ولا اعرفه، وقعد يزعق علشان مش عايز يشوفه، فاتضايق جدا وخد بعضه ومشي وروح البيت وقعد يشوف صور ابنه وهو صغير وكان متضايق جدا عشانه، لكن الباب خبط وبيبص لقى شغف هي اللي جت وبيقول لها انت هربتي ازاي، فحكيت له وبعدين قالت له ان هي مش هترجع تاني، لكن هو قال لها لازم ترجعي انت كده بتصعبي الموقف عليكي، فقالت له لا انت ما تعرفش هناك الناس شكلها عامل ازاي، انا لا يمكن ارجع، واصرت ان هي مش هترجع وقالت له انت شاكك في براءتي. ففي الاول سكت، بعد كده لما ضغطت عليه قال لها لا مش شاكك بس وجودك هنا ما ينفعش، تعالي نروح في حته تانية، وفعلا خدها معاه في العربيه وبدا يوديها مكان تاني، لكن هو ماشيين كان ساكت تماما، فطلبت منه ان هو يقول اي حاجه، فقال لها انا بفكر ازاي الكارنيه بتاعك يروح في شقه القتيل، ده ملوش غير معنى واحد، وسكت. فهي فهمت ان هو قصده ان هي على علاقه بالقتيل، فانفعلت جدا وقالت له وقف العربيه، وقعدت تزعق، ففعلا وقف العربيه ونزلت منها، وبدا ينزل ويقول لها انا بفكر معاكي بصوت عالي زي ما الناس بتفكر. قالت له لا انت ما بتفكرش، انت متاكد ان انا اللي عملت الجريمه دي وبتحاول تقنع نفسك بالعكس. المهم قعدوا يزعقوا مع بعض، فجاله التليفون من ليلى وقالت له ان احمد ودخل في العنايه المركزه، فساعتها قفل السكه وقال لشغف الكلام ده، فقالت له خلاص روح لابنك، فساعتها سابها ومشي. طبعا كانت واقفه ومش عارفه تعمل ايه، فساعتها عدت عربيه من جنبها وكان فيها شاب وعرض عليها ان هو يوصلها، لكن هي ما رضيتش، بس لما عرفت ان هو رايح اسكندريه وافقت وركبت معاه، وكانت بتعيط في العربيه، فحاول يهون عليها ويقول لها ان مفيش اي حاجه تستاهل. في الوقت ده خليل كان وصل المستشفى، واول ما شافته طليقته قالت له انت ايه اللي جابك، انت سبب في كل ده، وكالعاده بداوا يتخانقوا مع بعض هما الاتنين تاني، وبعد كده قام باصص على احمد وسايبها ومشي. في الوقت ده كان شغف ونور اللي كان معاها في العربية وصلوا الفيلا بتاعته، وبدأ تعرف منه ان هو شغال رسام وديزاينر، بس الكلام ده كان قبل كده، لكن هو بطل الكلام ده كله دلوقتي. بعد كده قال لها لو تحبي اطلعي نامي فوق وانا هنام هنا، فلكن هي اصرت ان هي تنام تحت وهيطلع ينام في اوضته عادي زي الاول. ففعلا تاني يوم لما صحت من النوم وشافها وطلب ان هو يعمل لها قهوة كده وفطار، فقالت له لا مفيش داعي انا لازم امشي، فقال لها انا كنت عايزه اسالك في حاجه، هو مين الشخص اللي كان معاكي امبارح ده، فقالت له ده كان خطيبها، ولما سالها هو سابها في الشارع دي ومشي، فما رضيش تتكلم، فقال لها خلاص انا هروح اعمل حاجه نشربها، فحكيت له على كل حاجه وعلى الجريمه وكل حاجه، وقالت له ان هي بتفكر ان هي تنتحر، فساعتها اتخض وقال لها لا اوعي تعملي كده، اوعي تموتي نفسك ايا كان، ان شاء الله كل حاجه هتتحل، انا هروح اعمل حاجه نشربها ونقعد مع بعض. بالفعل عمل حاجه يشربوها مع بعض وقعدوا يتكلموا ويتعرفوا على بعض اكتر. بعد كده قالت له ان هي لازم تمشي، فطلب منها ان هم يكونوا صحاب، لان هو كمان ملوش صحاب كتير وملوش اهل وملوش غير عمه في كندا وما بيجيش وبيسأل عليه من فين لفين،
فطلب منها ده، وهي قالت له خلاص تمام مفيش مشكله. بس هو طلب منها رقمها، فقالت له ان التليفون كان في العربيه، فقال لها طب انا هكتب لك رقمي. لكن بيبص على التليفون فبيلاقي ان كل المواقع منزله صورتها علشان يقبضوا عليها. فوراها الصوره وقال لها انت ما ينفعش تمشي، انت لو مشيتي اكيد هتتمسكي، خليكي هنا احسن. فاضطرت ان هي تقعد. في الوقت ده كان ضابط منير بعت لعمها وبدا يستجوبه، لان هي طبعا رفع عليه قضيه ورث بسبب ان هو كل ورث ابوها. فطبعا ما سابش حاجه وحشه غير لما قالها في حقها. في الوقت ده شغف كانت حكت كل حاجه لنور، وبدات تكلمه على يوم الحادثه وايه اللي حصل بالظبط. فقال لها انا متاكد من براءتك، بس عايزين نعرف مين اللي عمل كده. فاستغربت وقالت له معقوله يعني انت اللي لسه عارفني من حاجه بسيطه شايف ان انا بريئه، والشخص اللي انا كنت هتجوزه سابني وشك فيا؟ فلا خلينا نسيبك منه وما نتكلمش عليه وخلينا نفكر مع بعض. واداها نوته وقال لها انا عايزك تكتبي اي حد ممكن تيأتيه او حد حصل بينك وبينه اي حاجه وحشه ممكن يكون هو اللي عمل كده. بعد كده قال لها انا هروح اعمل حاجه نشربها واجيلك. في الوقت ده كان خليل واقف في الجريده مع ليلى وبيقول لها انا مش عارف انا سبت شغف ازاي في الطريق ومشيت، انا مش عارف اوصل لها ولا اكلمها ازاي. انا بفكر ان انا اروح لها اسكندريه واروح لها البيت كده يمكن الاقيها هناك. وفعلا ليلى شجعته على ده، وبالفعل راح الشقه وفتح بالمفتاح اللي السجن اللي معاه. واول ما دخل قعد ينادي على شغف لكن ما كانتش موجوده، بس اتفاجئ بالظابط منير دخل عليه وساله انت دخلت هنا ازاي؟ فورى المفتاح ان هو معاه النسخه، فقال له انت جبت النسخه دي منين؟ وخده على الاسم وهناك حقق معاه. وخليل قال له ان كانت شغف بتضيع مفاتيحها كتير، فهو عمل نسخه احتياطي وخلاها معاه في العربيه علشان لو مفاتيحها ضاعت تاني. فقال له طبعا وبالنسخه دي انت تقدر تدخل وتاخد اي حاجه انت عايزها. فقال له انا باكد لك ان انا ما عرفتش ان النسخه دي معايا او ما افتكرتهاش غير بس لما كنت عايزه اروح، لكن ما فيش اي حاجه تانية فمشيها. بس طبعا ما رضيش يديه النسخه اللي معاه. بعد كده بتبدا شغف ما كتبتش اي حاجه طبعا في النوته، وقالت له ان هي ما فيش اي حاجه او اي عداوه بينها وبين حد. فقال لها ليه انت مالك يعني اكيد في حاجه؟ قالت له لا ما فيش، انت عايزني اخلق لك اي حاجه يعني من العدم عشان تصدقني؟ انت كمان مش مصدقني على فكره، انا اصلا كنت عايزه امشي انت اللي مسكتني. وبدات تنفعل لكن هو بدا يهديها ويقولها ان هو عايز يساعدها مش اكتر. فاعتذرت له. بعد كده قال لها انا هروح اعمل لك ليمون عشان تهدي وانت حاولي تفتكري اي حاجه تكتبيها. بعد ما مشي بدات تدور على المكتب وفتحت الدرج ولقت مسدس. طبعا خافت جدا وقلقت من نور لما شافته. وتاني يوم لما نور بيصحى من النوم بتقول له ان هي عايزه تمشي وانها بتفكر ان هي تسلم نفسها ومتاكده ان ربنا هيقف معاها. لكن هو بيقول لها لا اوعي تعملي كده، احنا ما عرفناش القاتل وكده هتبقي بتسلمي نفسك ومحدش هيصدقك. وبعد كده لما بيلاقيها مصره بيقولها طب خلاص انا هقوم اعمل حاجه نشربها عشان افوق وبعد كده هعمل لك اللي انت عايزاه. في الوقت ده بيقعدوا يشربوا حاجه وبيبدا يكلمها عن الحب وان الانسان ممكن يحب حد ما شافوش قبل كده ولا يعرفه لكن يحبه، ولما بيلاقي ان اللي بيحبه ده بيبدا يبعد عنه ممكن ان هو يموت نفسه او يموت الشخص ده او ياخده ويعيشوا في مكان بعيد لوحدهم طول الدنيا. ففي الوقت ده بتبقى شغف بتسمعه وهي بتنام على نفسها لغايه ما بتنام خالص. وبنعرف ان نور كان حاطط لها منوم، بعد كده بياخدها وبيدخلها اوضه هو عاملها وبيسلسلها في الاوضه دي وبيفضل قاعد قدامها لغايه ما تصحى. وقتها احمد بيخرج من المستشفى ومامته بتقعد معاه وبتقول له ازاي تعمل في نفسك كده، انت ما تعرفش ان انت اغلى حاجه عندي وانا عايشه عشانك. عموما انا مش هعاتبك على اللي قبل كده وهعتبر ان انا المسؤوله عن كل اللي حصل لك، لكن انا مش عايزاك تعمل كده تاني وتعرف ان انت اغلى حاجه عندي. لكن هو طبعا بيبقى متضايق جدا وهي بتحاول ان هي تهون عليه. بعد كده بيجي خليل وكان بيبقى عايز يشوف ابنه، لكن اول ما بتشوفه طبعا بيمسكوا بعض ويتخانقوا كالعاده. لكن في الوقت ده بيبقى احمد سامعهم جوه وبيكون متضايق جدا وبيطلع قطر وبيقرر ان هو ينهي حياته عشان يرتاح منهم هما الاثنين، وبالفعل بيعمل كده وبيموت نفسه. وبعد كده وهم قاعدين بيتعاتبوا بعد ما بيخلصوا عتاب ولوم على بعض هما الاثنين بيطلب منها ان هو يشوف احمد. فبتقول له طب انا هدخل اشوفه. اول ما بتدخل بتلاقي احمد بالمنظر ده فبتصرخ. بيجي خليل وبياخدوه على المستشفى وبينقل له دم لان فصيلتهم واحده وبيقعدوا يستنوا ان هم يطمنوا عليه. في الوقت ده شغف بتفوق وبتلاقي نفسها متسلسله فبتخاف جدا، لكن نور بيحاول يهديها ويقول لها انت خايفه مني ولا خايفه من المكان؟ فبتحس ان هو مريض نفسي فبتاخده على قد عقله وبتقول له لا انا مش خايف خالص، بس ما ينفعش ان احنا نبقى في اوضه لوحدنا مع بعض، ما يصحش. فبيفهم ان عشان هما مش متجوزين. فلا طب خلاص ما فيش مشكله نتجوز دلوقتي حالا. فقالت له لا ازاي احنا ما نعرفش بعض برضو؟ فبيقول لها لا احنا عارفين بعض كويس جدا. وبيقول لها ان هو على الفيسبوك اسمه الكينج، وبتكتشف ان ده الشخص اللي بقى لها اكتر من سنه بتشيت معاه
وما تعرفش ان هو ده. فبيقول لها انا عرفتك وبدات احكي لك عن مشاكلي، وانتي كنت بتسمعيني كويس وبتحاولي تتكلمي معايا، فانا حبيتك، وعلى فكره انا ما شفتكيش بالصدفه ولا حاجه، انا كنت مراقبك طول الوقت. وبدا ان هو يقول لها ان هم يتجوزوا، فبتعرف ان هو مريض نفسي ولازم تاخده على عد عقله اكتر. فبتقول له طيب ماشي، بس لازم نجيب مأذون ونجيب شهود، ومش هينفع هنا، لازم تفكيني عشان نروح ونعمل ده. فبيصدقها وفعلا بيبدأ يفكها، وبتقول له انا لازم برضو اجيب فستان فرح. فقالها معقولة تجيبي فستان وانا موجود، انا ديزاينر وانا عامل لك فستان بايدي. فبتقول له لا مش معقولة، طب وريهولي بسرعة. بيروح فعلا عشان نجيب لها الفستان، لكن هي بتخرج وبتقفل عليه وبتركب عربيتها وتمشي، وطبعا هو ما بيلحقش ان هو يحصلها. بعد كده بتطلع بسرعة على البوليس وبتحكي لهم على كل اللي حصل، وبتقول لهم ان هي شاكة ان نور هو اللي قتل، وبيلبسها الجريمة علشان هي كانت هتتجوز خليل، وبتديهم العنوان. ففعلا بيروحوا يجيبوا نور من مكانه وبيواجهوه بكلام شغف. فاول ما بيعرف بيقول لهم هي عندها حق، انا فعلا اللي قتلت. شغف ما تقولش حاجة غلط ابدا، انا قتلت عشان ما تتجوزش خليل. وهي بتتفاجئ ان هو بيقول الكلام ده. في نفس الوقت ده شغف بتروح على الجريدة وبتبدأ تسلم على اصحابها، لكن خليل اول ما بيعرف ان هي موجودة بيروح وبيتكلم معاها وبيحاول يبرر لها بعده الفترة اللي فاتت دي كلها، لكن هي ما بتهتمش وبتسيبه وتمشي. وبتطلع على الضابط وبتقول له انا اكتشفت اني مش نور اللي قاتل، خليل هو اللي اكيد قاتل، لان انا عرفت ان هو معاه نسخة استبن من المفاتيح اللي معايا، وهو اللي يقدر يطلع كارنيه براحته، لان هو معاه الصور والداتا بتاعتي كلها بحكم ان هو مديري، فاكيد هو اللي عمل كده. فالظابط قال لها ان هو برضو شاكك في نفس الكلام ده. قالت له طب كده هتطلعوا نور، لكن قال لها لغايه دلوقتي نور المتهم الرئيسي عندنا لغايه ما تحصل اي حاجه جديده. في الوقت ده خليل وطليقته بيكونوا دخلوا احمد مصحة، وفعلا بيتعالج وبيرجع البيت، وبيتفقوا ان هما هيتعاملوا مع بعض كويس علشان خاطر ما عندهمش استعداد ان هما يخسروا ابنهم. وهي بتقوله ان هي متضايقه من الطلاق ومش مرتاحه، وان هي لسه بتحبه وعايزه ترجع له. فقال لها انا هاخد احمد يقعد عندي الفتره دي لغايه ما يتحسن، لان هو اكيد هيكون محتاج لي، وتقدري تشوفيه اي وقت، ولما يبقى احسن انا هجيبهولك. فبتساله انت ليه بتتهرب من الكلام؟ فقال لها سيبي كل حاجه تاخد وقتها. وبالفعل بيخش يلم حاجة احمد وبيلاقي تليفون فبياخده. ولما بيروحوا البيت بيسأل احمد التليفون ده بتاعك ولا لا، وبيعرف انه بتاعه، فبيطلع له رقم من عليه وبنعرف ان ده رقم فريد. وبيسأله انت الرقم ده تعرفه؟ وبتتصل بيه ليه؟ وبنعرف ان فريد ده تاجر مخدرات، وان احمد كان بيروح يقضي منه المخدرات اللي هو عايزها، وكان بيكلمه علشان كده. فبيقول له احكي لي على كل حاجة بالظبط وما تخافش. فبدأ يحكي له ان يوم الحادثة ده هو فعلا راح وقعد يخبط لكن ما لقاش حد، فنزل ادى 200 جنيه للبواب وخد منه مفتاح الشقة وطلع علشان يجيب منها المخدرات. لكن في الوقت ده لقى فريد فعلا كان مقتول، وساعتها هو اللي حط الكارنيه بتاع شغف علشان كان نفسها تلبس القضية لانه بيكرهها، وعارف ان لو هي بعدت ممكن امه وابوه يرجعوا لبعض. هو كان نفسه ده يحصل، وخصوصا ان هو عارف ان امه لسه بتحب ابوه. فبعد ما حكى له الكلام ده قال له ان هو لقى فعلا مقتول وان هو ملوش اي علاقة، وكان خايف جدا. لكن ابوه حاول يطمنه. في اللحظة دي الضابط منير جه وبدأ يتهم خليل بان هو القاتل، وفعلا خده على الاسم. وساعتها خليل اعترف ان هو فعلا اللي قتل، وكان فاكر كده ان هو طبعا بيحمي ابنه، لكن الضابط ما كانش مصدقه، لكن هو اصر على اعترافه. فساعتها وداه الحبس الاحتياطي. وساعتها شغف طبعا شافته وسممت بدنه بكلمتين، لكن هو ما ردش عليها خالص وسابها ومشي. ووقتها طبعا نور كان طلع وهي باركت له على خروجه، وقالت له ان هي تستناه عشان تروحوا. وفعلا روحته الفيلا وقالت له انت رسام هايل، وممكن على فكرة ان انت تعمل معرض وتحط كل رسوماتك، وساعتها هتبقى مشهور وهتلاقي بنات كتير بتتعرف عليك. فقال لها انا مش عايز حد، انا بحبك انتي ومش عايز غيرك. فقالت له طيب عامة احنا هنبقى نتكلم بعدين، وكانت عايزة تمشي. فقال لها لا خليكي باتي معايا النهاردة. فهي اقنعته ان هو ما ينفعش، لان ما ينفعش تبات معاه وهو غريب عنها. فقال لها خلاص نتجوز، وافتكر يعني انت عرفتي قد ايه انا بحبك، انا كان عندي استعداد ان انا اموت نفسي واتعدم علشانك، مع ان انت عارفه كويس ان مش انا القاتل. فهي بدات تقول ان هي كانت فاكراه القاتل، لكن هو قاطعها وقال لها انت عارفه كويس ان مش انا القاتل، على فكره انا عارف كل حاجه. وبدا قال لها انا هطلع البس ونروح لمأذون ونتجوز. وهو طالع قال لها على فكره انا كنت براقبك يوم الجريمه كله، بس هي ما فهمتهوش. وبعد ما طلعت وراه وقالت له انت قصدك ايه؟ قال لها انا عارف كل حاجه. قالت له قصدك ايه بكل حاجه؟ قال لها يا شغف انا عارف ان انت اللي قتلتي، وكنت مراقبك اليوم ده وشفتك كنت طالعه عند فريد، وبعديها نزلتي وقعدتي تركبي بتاع 3-4 توكوسه
وتغيري وكان باين عليكي ان انت عامله. فاول ما قال لها الكلام ده بدات تقول له انت ما قلتش ليه الكلام ده للبوليس؟ قال لها اقول لهم ويحبسوكي وما تبقيش موجوده او يعدموكي؟ انت ليه مش مقتنعه ان انا فعلا بحبك وانفعل؟ لكن هي هدته وبعد كده بانت على حقيقتها وقالت له احسن لك ابعد عني يلا، وقامت زقاه ونازله، لكن هو نزل وراها ومسكها فقامت خبطه بفاصة على راسها. وفي الوقت ده جه ضابط منير والقوه اللي معاه، فبدات تقول له على فكره هو لسه معترف لي هو القاتل، وبعته تاني مره. لكن الضابط كان جاي وكان عارف الحقيقه وقال لها ان الطب الشرعي قال ان اللي قتل كان اشول وانتي شوله، وبعدين الGPS بين خط سيرك في اليوم ده، وكمان الايميلات اللي كانت على الايميل بتاعك واللي كانت كلها من المصحه اللي انت اتعالجتي فيها من المخدرات، وكانوا باعتين لك الادويه كل ده. المهم خدها على الاسم وبدا يضغط عليها لغايه ما اعترفت بكل حاجه، وقالت ان هي فعلا كانت تعرف فريد لما ابوها مات، وكانت منهاره جدا واتجوزته وعرفها طريق المخدرات وكانت بتشم معاه، وكانت مستنيه ان هو يعلن جوازهم، وكان مستنيها ان هي تورث لانه كان طمعان فيها. لكن بالوقت لما ما ورثتش ولا اي حاجه بدا يقول لها ان هو كان بيقضي معاها يومين كده وخلاص ورماها، وساعتها هي نفسيتها تعبت اكتر. وفي مره كانت بتقضي من ديلر تبع فريد لكن مرضيش يديها، اتصل بفريد وقعدت تتحايل عليه لكن هو مرضيش. فساعتها قررت ان هي لازم تدخل مصحه عشان تتعالج وما تتفضحش. فعلا دخلت وقعدت شهرين في المصحه، وطلعت واحده تانية وبدات تشوف حياتها وتعرفت على خليل، وحست ان الدنيا بدات تبقى وردي معاها. لكن ساعتها ظهر لها فريد تاني زي الشيطان وبدا يقول لها ان هو بيحبها وان هو عايز يقابلها، بعد ما عرف طبعا ان هي رفعت قضيه على عمها عشان تاخد الورث، لكن هي رفضته وصدته. بعد كده جه في يوم الجريمه كلمها وقال لها ان هو عايزها تيجي عشان تقضي معاه يوم حلو كده، لكن طبعا هي رفضت. فهددها ان هو هيجي هيفضحها قدام خطيبها، هيجي يفضحها عند بيتها. فساعتها راحت له وقالت له انا ما بحبكش ارجوك ابعد عني، لكن هو قال لها انا بحبك وعايزك. فلما رفضت قالت له ابعد عني لا اما هقتلك. فقال لها انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت مجرد واحده مالكيش لازمه. وبدا يقول لها الكلام ده. فساعتها طلعت سكينه وقتلته وخرجت من المكان. ولما الظابط سالها والبواب كان عارف، قالت ان البواب كان عارف وانا قلت له ان انا هديله كل الفلوس اللي هو عايزها علشان ما يتكلمش. ولما احمد جاله يطلب المفتاح ساعتها هو كلمني وانا قلت له اديهوله علشان يبقى فيه بصمات كتير. بعد كده قالت له على فكره مش انا اللي قتلت فريد هو اللي قتلني، ولو في عدل المفروض هو اللي يتحاكم مش انا. لكن طبعا الضابط وداها الحبس الاحتياطي. وطبعا وهي رايحه كان خليل مستنيها، واول ما شافها سمن بدنها بكلمتين زي ما هي عملت، وقال لها ان هو عمره ما حبها وانه كان مجرد بس محتاج لها مش اكتر. لكن هي برضو ما ردتش عليه ودخلت الحبس، وكانت مستاءة جدا ومش مصدقه ان دي نهايتها وان هي ممكن تتعدم. لكن هي في انتظار الحكم عليها، يا ترى هيتحكم عليها بايه. وبكده خلص الفيلم بتاعنا. لو عجبكم متبخلوش عليا بلايك حلو للفيديو ده واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم على خير والسلام عليكم.